السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كراكم البنات ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الطبق اللوبيا الخضراء، كان يقولها لوبيا ماشطو. هنايا في كوكوطه درت طرف تاع اللحم، وزدت معاه حبه بصل مقطعه كيما راكم تشوفوا مكعبات. زدت معاهم سنينات تاع الثوم، واحد زوج ولا ثلاث حبات، وعود قرفه. هنا نبقى نقلي في الخضره تاعي، لازم نقلو قلت لكم الخضره باش الماكله تاعكم تجي بنينه، خاصها تدي الخضره حقها في القلي. البصل، ونزيدو هنا حبه طوماطيس تاني مسكرفجه، نقلوها هي تانيك. هنا راح نديرها مرقه ديريكت، غادي نزيد معاها البطاطا واللوبيا، ما نديرهاش تفور وحدها ولا. دوك راح تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. زدت هنايا طماطم تاع المصبره، العلبه، واحد نص مغرف هكذا، ونخلوها تتقلى تاني هي. وهنا درت الماء تاعي يحمى، نزيد شويه الماء، نزيد شويه في الكوكوطه تاعي بلا ما. درت التوابل، راح تشوفوهم معايا دوك نديروهم. نحتاج هنا توابل: سكنجبير، حرور، عود قرفه رانا دايرينه من قبل، غادي نزيدو الكركم، واحد نص ملعقه صغيره كما كنتو تشوفوا، ونزيدو فلفله حمراء تاني مغرف صغيره. هنايا اللوبيا تاعي بعد ما نقيتها وغسلتها درتها تكتر، راني زدت اللوبيا للمرقه، ونكمل كميه الماء تاعي اللي درت نص كميه تاعها في الاول. راح نكمل نغطي اللوبيا تاعي واللحم، نملحو، واللي تبغى دير تاني مكعب باش تزيد البنه دير. هنايا انا بعد ما مرقت راح نبلي عليها ونخليها طيب اللوبيا تاعنا واللحم. كي شوفوها طابت اللوبيا تاعنا واللحم، راح نزيد عليهم هنايا البطاطا حبيبات كنت نقيتهم وغسلتهم، نزيدهم في الاخير يزيدوا يكملوا الطياب تاعهم مع اللوبيا واللحم مده 10 دقائق هكا. هنايا راني رميتها وزدت عليهم كرويه، درت شويه كرويه ولا كمون، كرويه ولا كمون، اللي يبغى يدير يدير. هذو زوج يجو في اللوبيا المرقه تاعنا. هنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا راني نحط فيها، شوفوا كي جات المرقه، جات عاقده وجات بزاف بنينه. ان شاء الله برك تجربوها وتنجحوا فيها، وما تنسونيش بالبارطاج. وهذه هي كانت وصفة اليوم، مرقة تاع اللوبيا نتاع زمان، والبنة ما نحكيش. لازم تجربوها باش تحكموا، وما تنسوش تعليق. كي ديروها تعليق قولوا لي كيفاش جاتكم. هذه والى اللقاء ان شاء الله في وصفة اخرى. مع السلامة حبيبتي.